لماذا الأسهم ضد فوزي لغجة؟ ما ندري بصراحة. شو السبب؟ شو السر انك ما تسلم على رئيس الاتحاد المغربي؟ شو السبب يعني؟ انا لا اعلم لماذا هذا الهجوم على الاستاذ فوزي لغجة. لا تربطني علاقة معاه ولا شيء، ولكن عامل نتائج حلوة بصراحة في الكرة المغربية. ليش هذا الهجوم خاصة بعد النهائيات؟ ما ادري ليش بصراحة. شو السبب؟ ما اعرف. لماذا الاسهم ضد فوزي لغجة؟ ما ندري بصراحة. هل هو سحب البساط من عند بعض الدول؟ أعداء ممكن. النجاح. أعداء النجاح. النجاح طبعا. طيب ليش يا كابتن؟ شو السبب؟ شو السر انك ما تسلم على رئيس الاتحاد المغربي؟ شو السبب يعني؟ وشو هي الاسباب بالذات يعني؟ ليش؟ الرئيس مد ايديه. ليش ما تسلم؟ هذا السؤال. شو السبب يعني؟ تصرف غير مقبول. شو مشكلتكم يا فوزي لغجة؟ خلينا نكمل. شو مشكلتكم يا فوزي لغجة؟ ليش ما تسلم على رئيس الجامعة الملكية؟ أكيد أنه تصرف غير مقبول ولا يمثل أخلاق بالضبط. الإخوة المصريين. علاقات المغربية المصرية أكثر غريبة من يعني. خسارة مباراة أو لقب، وتصرف يعني استغرب له مجموعة من الأشقاء غريبة. والزملاء المصريين. كابتن لا كامل. احنا لا تصرف غير مقبول بالمره. احنا بالضبط. على منصات التتويج لازم نظهر الروح الرياضيه تماما، لانه احنا زي ما قلنا الناس كلها بتشوف والناس كلها بتتابع. شو السبب يعني؟ وانت في طفل صغير هيشوفك، وانت حتى لو مختلف مع شخص ما او ليك اختلاف في وجهه نظر معينه، وده طبيعي، احنا كلنا بنختلف مع بعض في وجهه النظر، لكن المنصات التتويج لها تقدير ولها احترام. لازم الجميع يراعي، ده بروتوكول. يجب جميعا ان الناس واللعيبه والاجهزه الفنيه والاداريه تعرف يعني ايه البروتوكول بتاع حفل الختام، ويكون انا كده داخل المباراه يا هخسر حتى كابتن اللقطه الثانيه من اللاعب المنتخب المصري يوم رمى الزجاجه على المشجع. لا كل دي تصرفات غير مقبوله، تصرفات فرديه غير مقبوله بصراحه. تصرفات فرديه. يوسف عندك تعليق عن عدم السلام ورمي المشجع؟ والله كما قلت يعني تجاوزات أو تصرفات غير مقبولة ولا تمثل أخلاق الشعب المصري الشقيق. ربما اللاعب حرارة خسارة اللقب وفقدان اللقب، لكن في الأول وفي الأخير كرة القدم روح رياضية قوية بين مصر والمغرب على أكيد فكرة. أكثر يعني من كما قلت يعني. أكثر من مجرد بالضبط. مباراة أو خسارة لقب أو ما إلى ذلك. في الأول والأخير الفترة الأخيرة ارتباط أسماء كثير من الدوري المغربي بالانضمام للأهلي المصري، سواء من نادي الجيش المغربي أو من نادي الوداد، وقبل كده كان في من رجاء بدر بنون. يعني طارق مصطفى مدرب مصري بيعمل ينشط في الدوري المغربي. لا الموضوع أنا أعتبره تصرف فردي لا يعبر عن المجموعة. أنا ما أعرف في كل مناسبة يكون هجوم على فوزي لغجة، ما أعرف شو السر صراحة. أنا أقول لك السر إنه دائما أنت النجاح له أعداء. دائما اليوم أي حد ناجح أكيد بيكون له أعداء بتحاربه ناس.